السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد. كان عندي بقى بقول لكم ازيكم الاول عاملين ايه. يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير من الفيديو الاخير. بس مبدئيا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك فضلا وليس امرا، لايك مجدع منكم. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ المحشي هنسويه على وابور الجاز. كان عندي بطيتين، دبحتهم ونضفتهم وشلتهم في الفريزر، وقلت تاني يوم يلا يا ام اسامه اعملي عليهم ايه؟ محشي. وعليكم السلام. وهناخد معاكم لقطات وسط اجواء من الطبيعه الجميله. وهنا بقى عصرت الطماطم، انا عصرتها في الكبه لان انا بصراحه يعني الخلاط عندي بايظ. وده البصل. الجو كان فظيع، الجو كان جميل جدا جدا جدا. هنا بقى يعني ايه، يعني ما بين الوقت والاخر كده اقول ايه، احضر السلطه، اعمل حاجه جنب حاجه عشان ما تبقاش ايه شغلانه، يعني اتربك كده بشغلانه واحده. لا، انا وانا بعمل المحشي اعمل جنبي السلطه، اعمل كذا حاجه. الواحده الشاطره تعمل كذا حاجه. هنا بقى جهزت السلطه وحطيتها في الفخار. استمتعوا معي بأجواء الطبيعة واللقطات الجميلة اللي أنا شخصيا بتبهجني. يا ريت لو هي بتبهجكم اكتبوا لنا في التعليقات. هنا غسلت بقى الرز، بدأت أحضر الخضرة بتاعت المحشي. أسفين والله على صوت الديك. جهزت بقى المحشي وولعت البابور. قلت بقى ايه، أسويه على البابور. أنا مش عارفة هو بيخطب بيقدم الديك ده وأنا بسجل ليه، مش عارفة. لما يكون عارف ان انا بسجل بيعاني، يعني عشان يبطل ردد عنيد. عارف ان انا بصور. وطبعا يعني انا بفصل معاكم الفيديو ان الوقت هيبقى طويل، ده بيقعد مثلا تقريبا ساعة على الوابور. فانا بختصر معاكم الوقت. اتقفل يد الحلة، قال لو انا بصور عشان تتقفل قال ابدا. رحت بقى سايباها ومكملة بقية التصوير. ماشي يا عم الحاج، خد راحتك على الاخر. اسفين يا جماعة على أي أصوات خارجية، دول الجيران اللي في الدور الأرضي. أنا بعتذر وأسفة كذا مرة يعني. أنا والله لما بسمع صوتهم بفصل الفيديو لحد ما يخلص. وأنا كذا مرة نبهتهم بصراحة على هذا الأمر. أنا بصراحة نبهتهم. الجيران دول مأجرين مننا الشقة الدور الأرضي، الله يسامحهم. والله أثناء ما بسمع صوتهم أنا بفصل الفيديو لحد ما يخلصوا.
هنا بقى خلصت وقمت غرفت وسبت الباجور ده يدفي الدنيا كده. دفى وعفى يا جماعة، دفى وعفى. حطيت بقى السلطة والشوربة يعني والمحشي، حمرت البطاية. استمتعوا معي بأجواء الدفا. والله بقى كنت عايزة أعمل كوباية شاي، بس بصراحة ابني جاي بقى ومسربع. ابني وحبيبي بقاله 3 شهور، حبيبي يجي بالسلامة يا رب. فيا دوب غرفت و5 دقايق قال لي يا ماما وانا جاي. شوربة البط دي بتبقى دسمة لوحدها كده. هنا بقى حطيت الحلة التانية الصغيرة عشان تتنيها بدفى الوابور. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.